واش عمرك بغيتي تتحكم في كمبيوتر آخر عن بعد بسهولة وأمان بلا تعقيدات؟ في هذا الفيديو غادي نوريك راست ديسك من A حتى Z، طريقة سهلة ومجانية حتى المبتدئين يقدروا يستعملوها. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا واحد البرنامج اللي غادي يسهل عليكم التحكم في أي كمبيوتر عن بعد، سواء من البيت أو من الخدمة. البرنامج اللي غادي نهضروا عليه هو البديل المجاني لتيم فيور. الاسم ديالو هو راست ديسك. هو آمن وسهل حتى للمبتدئين وخفيف أيضا. غادي نشرح لكم كل شيء خطوة بخطوة، من تحميل البرنامج، تثبيت، إنشاء الاتصال، وحتى بعض الميزات المتقدمة والنصائح باش تبقاو آمنين. يلا بلا ما نطولوا نبداو مباشرة. نمشيو للموقع الرسمي داونلود، غيدينا مباشرة لجيت هاب. كما شفتوا متاح لمختلف الأنظمة، ويندوز، ماك، لينكس، فلات باك، بل حتى الأجهزة الموبيل بما فيها أندرويد وآبل. يمكن لنا أيضا استعمال الويب كما تيم فيور. الويب ناقص لأنه فقط باش تدخل الجهاز فيه راست ديسك. كاينين صيا كأب إيماج أصلا دوينا عليه سابقا، لكن حنا نحملو ملف دب نثبتوه. تقدر تكون الهوست داك الجهاز اللي كيستقبل، أو الريموت داك اللي كيدخل على الجهاز. إلا عندك يون فايروول وبغيتي تستقبل، راه خاصك تسمح لهاد لي بورتات. من الأحسن نديرو هاد الأوامر. كما كتشوفوا الواجهة سهلة ومشابهة لتيم فيور. من طبيعة الحال اي دي والباس هادو هما المعلومات باش تستقبل شي حد على جهازك. بإمكاننا نبدلوهم في أي وقيته بغيتوها. نوريكم الإعدادات اللي بإمكانك تبدل. General، غير إعدادات عادية. Security، Permissions، ضروري نعطيه باس الروت باش نقدو نبدلو في الإعدادات. حاجة خطيرة خاصك تعرف اش كدير. مثلا أنا باغي غير نخلي اللي داخل على الجهاز ديالي غير يتفرج. سكرين شير. إلا باغي نعطي شي صلاحيات أخرى، من الأحسن كاستم ونختار الصلاحيات اللي نعطي. كيفاش كتستقبل الاتصال؟ يا إما بالباسورد أو الكليك. اختار both، أي بجوجهم. بإمكان ليك تختار الطول ديال الباس. كما أنك دير باس ديالك على قنتك. مزيد من التحقق، أنا نخليها كما هي. حتى ID تقدر تغيره. حماية أكثر، نخليها كما هي. نتورك، كليكي عليها باش تسمح بالاتصالات. ديسبلاي، إعدادات كتخص إعدادات الشاشة. أكاونت، ما تحتاج حساب أصلاً. نديرو تجربة. أنا أصلاً تبتو على أندرويد. ندخل على الموبايل ديالي. كما شتو سهل. باش تبقاو آمنين وتستعملوا راست ديسك بسهولة، ديما استعملوا كلمات سر قوية. ما تعطيوش ID وباسورد لأي واحد. سدوا البرنامج منين تكملوا الاتصال. جربوا الميزات الصغيرة قبل ما تستعملوا البرنامج بشكل احترافي. وها احنا كملنا.
دابا عرفتوا رست ديسك من A حتى ل Z، وعرفتوا كيفاش تحكموا في أي كمبيوتر عن بعد بطريقة سهلة وآمنة. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل فيديوهات جاية. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.